في حر مكة والناس بتعذب المؤمنين علشان يرجعوا عن الإسلام، كان في راجل اسمه بلال بن رباح، عبد بسيط بس قلبه حر. السيد بتاعه أمية بن خلف كان بيربطه بالحبال ويجره في شوارع مكة، والصخور بتكوي جلده ويصرخ فيه: ارجع عن دين محمد. لكن بلال ما قالش غير كلمة واحدة: أحد أحد. جابوا صخرة كبيرة وحطوها على صدره، والشمس فوق دماغه والناس حواليه بتضحك، وهو بيقولها تاني: أحد أحد. كان جسمه بينزف بس قلبه ثابت. لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من يشتري بلالا ويعتقه؟ راح سيدنا أبو بكر واشترى بلال وحرره. بمرور السنين بلال بقى أول مؤذن في الإسلام، وصوته كان بيفطر القلوب. وفي يوم فتح مكة الناس كلها خايفة والكعبة حواليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلال، اطلع فوق الكعبة وأذن. وأول صوت يرتفع فوق الكعبة كان صوت عبد كانوا بيشدوه بالحبال زمان، لكن الإسلام رفعه لحد السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن بلال: سمعت دفا عليك في الجنة. اللي بيصبر ربنا بيرفعه، واللي يثبت على الحق ربنا بيكرمه. حتى لو كان عبد بقى سيد في الجنة. لو القصة لمست قلبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في قناة اسمع بس ما تخافش، واكتب لنا في الكومنتات لو اتعرضت لنفس الموقف كنت هتثبت